السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد وإن شاء الله النهاردة هنكمل كتاب A.J. Hogg. النهاردة معادنا مع الفصل الثالث. أولا كده هو بيبتدي دايما بيحكي مشاكلك ومعاناتك مع اللغة الإنجليزية عشان يجذب انتباهك للفصل ده ويعرفك مثلا إن الفصل ده مهم عشان يعالج المشاكل اللي عندك دي. فبالتالي هو ابتدى بمشاكلك مع المدرسة ومشاكلك مع الجرامر وإنك بتذاكر إنجليزي ليك كذا سنة، فدي غالبا بيتكرر في كل فصل. بعد كده بقى بيتنقل بيقولك في حاجتين عشان تتعلم اللغة الإنجليزية، يعني ما ينفعش تهمل واحدة فيهم. الحاجتين دول هما يعني نفسيتك ومعتقداتك ناحية اللغة الإنجليزية، والحاجة التانية هي الطريقة عشان تتعلم بيها اللغة الإنجليزية. تخيل كده معايا إن أنت ماشي على طريق وعاوز توصل لنقطة معينة ومعاك عربية، بس العربية دي قديمة شوية وحطيت لها بنزين من أرخص أنواع البنزين، أقل حاجة، أقل كواليتي موجودة. فهل تتخيل كده انت هتوصل النقطة اللي انت عايز توصل لها بسلام؟ اكيد لا، العربية كل شوية هتقف، وكمان البنزين اصلا بما انه رخيص مش هيوصلك، فانت مش هتوصل اصلا. تعال نحسن شوية، لو نتخيل معاك نفس العربية بس حطيت لها افضل انواع البنزين، هل هتوصل؟ ممكن العربية تكون بطيئة، مش ماشي كويس، يعني الدنيا بتعطل منك كل شوية، بس في الاخر هتوصل. هتاخد وقت اطول بكتير طبعا لكن هتوصل. عايزين بقى نتخيل سيناريو تاني، انت معاك احسن عربية موجودة لكن حطيت لها بنزين رخيص، هل هتوصل؟ كل شوية هتقطع منك، مش هتكمل الطريق، يعني الطريق مش هتكون ممتع، مش هتستمتع بوجود العربية معاك. لو نفترض بقى احسن سيناريو وهو بقى معاك العربية وحطيت لها احسن كواليتي بنزين موجودة، اغلى حاجة موجودة يعني. فتخيل كده مثلا دلوقتي الطريق هتكون عامل ازاي؟ بالطبع هتستمتع بالرحلة وطريقك هتكون يعني مبسوط وسريع وكل حاجة زي الفل. فهو دلوقتي بيقول لك العربية بقى هي الطريقة بتاع تعلمك اللغة الإنجليزية. يعني ايه الطريقة؟ اللي هي طريقة مذاكرتك، طريقة استماعك وتحدثك ومذاكرتك للجرامر وحفظ الكلمات، هي دي العربية. والبنزين هو معتقداتك ونفسيتك تجاه اللغة الإنجليزية. فبالتالي بدون أي واحدة منهم يعني مش هتعرف توصل. يعني أكيد مش هتعرف تستغنى عن الطريقة اللي هي العربية، ومش هتعرف تستغنى عن البنزين اللي هي يعني نفسيتك ومعتقداتك لو حاجة مش كويسة، أو لو يعني اللي هو أنت شايف الموضوع مش مستحيل. ففي الفصول الجاية إن شاء الله هو هيتكلم عن إزاي تعدل المود بتاعك، إزاي تعدل نفسيتك ومعتقداتك تجاه اللغة الإنجليزية بحيث إن أنت توصل أسرع إن شاء الله. فده إن شاء الله اللي هنكمله في التشابترز اللي جاية. بس كده، ده كان فيديو قصير عن الفصل الثالث. إن شاء الله أشوفكم في الفصل الجاي. شكرا.